صحينا النهارده الفجر على كارثه في طهران. اسرائيل بعتت اكتر من 100 مقاتله حربيه دخلوا سماء ايران عشان تقصف كل المواقع العسكريه وصواريخ باليستيه ومواقع تخص الحرس الثوري الايراني في غياب تام للدفاعات الجويه وبالتحديد منظومه الاس 300 والاس 400 الروسيه. طب ايه اللي حصل؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من برنامج الخلاصه. السبت 26 اكتوبر وبالتحديد الساعه 4 الفجر خرجت اكتر من 100 مقاتله حربيه طراز اف 35 واف 16 من المطارات الاسرائيليه متجهه لايران في رحله طولها 2300 كيلومتر عشان تضرب اهداف عينيه في ايران. وبسبب بعد المسافه بين البلدين وعشان الطيران الاسرائيلي يروح يضرب اهداف ويرجع بكده هيقطع اكتر من 4600 كيلومتر، وده اللي خلى اسرائيل تبعت في المهمه طائرات تزود بالوقود. مهمتها تزويد المقاتلات الحربيه بالوقود اللازم عشان يوصلوا لوجهتهم، ده غير ان ممكن تحصل عمليه اعتراض من الطيران الايراني او يشتبكوا مع بعض، وده كان لازم يبقى معاهم طائرات مزوده بالوقود لعمليات الضرب والمناوره والعوده مره اخرى للقواعد الاسرائيليه. وبالفعل تدخل اكتر من 100 طياره اسرائيليه للمجال الجوي الايراني في 3 موجات. اول موجه استهدفت الدفاع الجوي الايراني المكون من بطاريات اس 300 واس 400 الروسيه، وده عشان ما يتمش اسقاط اي طياره من المشاركه في الهجوم. بعدها بدات موجه ثانيه من القصف ضربت مواقع عسكريه وباليستيه. الموجه الثالثه استهدفت مواقع في العاصمه طهران، ده بجانب قصف منشاه صنيع خان في يافات اباد بطهران، ودي مختصه في صناعه الصواريخ الباليستيه. اسرائيل ما استكفتش بضرب العمق الايراني، لا ده في نفس توقيت الضربه راحوا ضربوا مواقع لحزب الله في سوريا والعراق عشان تكون الضربه شامله على ايران وكل اذرعها في المنطقه. وفي توقيت الضربات دي جهاز الاستخبارات الاسرائيلي اصر على ان نتنياهو ينزل في المخابئ اللي تحت الارض واللي موجوده في وزاره الدفاع، وده خوفا من اي رد متهور من ايران. واللي زود من قلق الاستخبارات الاسرائيليه هي محاوله اغتيال نتنياهو من فتره. وقتها ايران بعتت مسيره لحد بيت نتنياهو هو واسرته عشان تخلص عليه، لكن وقتها البيت كان فاضي. المهم قبل الضربه الاسرائيليه كان في ترتيبات معينه بتاكد ان اسرائيل هتضرب النهارده، واولهم ارسال البنتاجون الامريكي الطياره بي 2 للشرق الاوسط. ده غير ان قبل الضربه بساعات الخطوط الجويه القطريه اعلنت عن تعليق كل رحلاتها قبل الضربه بساعات. ده غير ان انتوني بلينكن خرج في تصريح وقال ان الولايات المتحده فشلت في اقناع بيبي اللي هو نتنياهو واسرائيل انهم ما يردوش على اللي ايران عملته عشان المنطقه ما تصعدش فيها الحرب اكتر من كده، وان في اي لحظه من دلوقتي هتحصل احداث في الشرق الاوسط ما حصلتش من 100 سنه. يعني بالبلدي كده العالم كله كان عارف ان اسرائيل هتضرب. طب السؤال هنا، ادام الموضوع مكشوف قوي كده وايران عارفه، ليه ما صدتش الهجوم ده؟ وفين دفاعاتها الجويه من اللي حصل؟ سلاح الجو الاسرائيلي شاطر جدا في عمليات القصف الليلي، وده عشان عندهم صواريخ ذكيه بتقدر تتفوق على اشعاعات الغدارات وبتقدر تدمر بطاريات الرادارات من مسافات امنه للمقاتلات خارج مدى الرؤيه. يعني قبل ما الرادار يكشف تواجد الطياره في المجال الجوي بيكون الصاروخ ضرب ضربته. ده غير ان اسرائيل بتستحوذ على صواريخ كروز بعيده المدى، ودي بقى بتشتغل بنفس طريقه الصواريخ الاولانيه. ضيف على ده بقى منظومه الحرب الالكترونيه اللي موجوده في الطياره الاف 35 اللي مع اسرائيل ودفعت بيها ضمن السرب اللي قام بالعمليه. الاف 35 بتقوم بعمليات تشويش وتضليل الكتروني بتقدر تخدع بيه بطاريات الدفاع الجوي، عشان كده اتسمت بالشبح. واللي يقدر يقوم بعمليات شبه دي هم بلدين بس في المنطقه، مصر واسرائيل. وللاسف ايران ضيعت سمعه الدفاع الجوي الروسي، منظومات الاس 300 ومنظومات الاس 400، لان تشغيلهم محتاج مهاره تكامل انظمه ومدايات بعيده، مش مجرد وجودهم كده هو اللي هيصنع الفارق. منظومات الاس 300 والاس 400 لازم يكون معاها في المجال الجوي منظومات تانية تامنها وتنبهها قبل الخطر ما يقرب، والا هتتضرب مكانها. يعني لازم بطاريات ذات مدى قريب تتحط جنبيهم عشان تنبههم بالخطر. في الحاله دي بس هتشتغل باعلى كفاءه. واللي اسرائيل عملته في ايران النهارده هو نفس اللي مصر عملته في الدفاعات الجويه التركيه اللي كانت في ليبيا. الفارق بس ان احنا وقتها ضربنا منظومات هوك الامريكيه. وقتها تركيا كان راسها والف سيف انها تركب بطاريات الدفاع الجوي دي على حدودنا عشان تحمي مقاتليها اللي كانت هتبعتهم يستحوذوا على جزء كبير من الاراضي الليبيه في 2020. ووقتها الرئيس السيسي خرج بجملته الشهيره سرت الجفره خط احمر، لكن تركيا ركبت دماغها وراحت حطت البطاريات دي. لكن اتقال ان في طيران مجهول قصفها في مكانها، ومن ساعتها تركيا اتعلمت الدرس. محدش في المنطقه يسد على اسرائيل غير مصر بس، عشان كده مصر خارج حسابات اسرائيل الفتره الجايه دي كلها. اسرائيل عشان تحارب مصر محتاجه حوار تاني خالص، مش تجيلنا في زحمه معركه. طب السؤال هنا، ماذا بعد الضربه الاسرائيليه؟ هل هيكون في رد ايراني ونقعد نلف في حلقات مفرغه، ده يضرب ده وبعد كده ده يرد على ده، بعد كده ده يرد على رد ده؟ طبعا لا. الضربه دي اصلا كانت عباره عن فيلم من افلام هوليوود وكان متفق عليها من كل الاطراف، لكن كانت لازم تحصل ضربه لحفظ ماء الوجه الاسرائيلي، وده بعد القصف الايراني الاخير عليها. وايران فاهمه ده كويس، عشان كده بلغت اسرائيل بكل خططها الحمراء وهي مفاعلاتها النوويه ومصاف النفط، وده فعلا اللي خافت منه اسرائيل وما جاتش ناحيته. عشان كده يعتبر الموضوع خلص والمنطقه هتعدي من كارثه صراع اقليمي. هنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه، وبنتمنى الخير لوطننا مصر ولباقي الشعوب العربيه. سلام.